يلا يا أصحابي تعالوا نسمع حكايتنا النهاردة. حكاية ماما ورينو. كان يا مكان في غابة جميلة كان في أرنب صغير اسمه رينو. رينو كان عنيد شوية ومش بيحب ياكل جزر أبدا، مع إن كل الأرانب بتحب الجزر. وفي يوم من الأيام مامته حضرت له طبق جزر وقالت له: يا رينو يا حبيبي، الجزر مفيد عشانك وهتلاقيه لذيذ بجد. لكن رينو قال لها: لا، انا مش بحب الجزر، انا عايز اكل خس وبس. مامته قالت له: الخس موجود في حتة بعيدة عند الغابة التانية، والمكان ده فيه اسد شرير بياكل اي حد يقرب. رينو ما صدقهاش وقال لها: انتي بس بتخوفيني عشان اكل الجزر. وفي اليوم اللي بعده من غير ما يقول لحد خرج رينو لوحده وراح يدور على الخس. فضل يمشي لحد ما وصل جنب مكان كبير كله خس. فرح وقال: اوه، اخيرا هاكل خس زي ما انا عايز. لكن قبل ما يقطف ورقة الخس فجأة سمع صوت زئير عالي قوي. بص وراه لقى الاسد الشرير. رينو اتخض وخاف وطلع يجري بسرعة. الأسد جرى وراه، بس رينو كان سريع جدا، فضل يجري لحد ما خرج من الغابة ورجع عند بيته وهو بيترعش. مامته كانت واقفة عند باب البيت بتدور عليه وقلقانة، ولما شافته حضنته وقالت له: أنا مش قلتلك إن المكان ده خطر؟ الحمد لله إنك رجعت بخير. رينو كان خايف قوي وقال لها: انا اسف يا ماما، ما كنتش لازم اروح، خلاص مش هعند تاني وهاكل الجزر وهسمع كلامك على طول بعد كده. ومن ساعتها رينو بقى بيسمع كلام مامته، وكل مرة يشوف الجزر يفتكر الاسد الشرير وياكله وهو مبسوط ان هو بامان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة يا اصحابي ولا ملتوتة؟